السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة سناء عنبري للوصفات السهلة والبسيطة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم كسكسو بالخضر بطريقتي، لذيذ وزوين وفي المتناول. تابع معي الفيديو حتى النهاية ديالو. متابعة طيبة للجميع إن شاء الله. كنرحب بكل الناس الجداد اللي انضموا للقناة يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وكل مفيد. متابعة طيبة للجميع إن شاء الله. في الطنجرة كناخذ اللحم على حسب الموجود. بالنسبه لي انا استعملت البقري، نتوما توفر عندكم دجاج اولا الغنمي يمكن انكم ديروا على حسب الموجود. كنضيف تقريبا واحد البصله كنقطعها شويه غليظ، كنضيف معاها شويه الملحه، البزار، السكنجبير، الخرقوم، كذلك تقريبا واحد كاس لاروب ديال الزيت، تقريبا واحد الكاس اولا كاس وربع ديال الماء. كنغلق على الطنجره ديالتي، كندير على عافيه متوسطه وكنخليها كتبدا طيب على خاطرها. هذه المرحله الاولى ديال اللحم. كناخذ واحد شويه من اللحم نيت، يعني كنقصو وكنديرو في البرمه. كنضيف ليه حتى هو بصله، شويه الملح، البزار، السكنجبير، الخرقوم، شويه ما نكثرش بزاف ديال الزيت، وكنخلي كلشي حتى كيتقلى مزيان. كنضيف الماء الكافي. هنا بالنسبه للحم كان خاصني نزيد ليه شويه ديال الماء لانه بدا كيشرب. كيف ما كتلاحظوا مره خصنا نطلعوا على اللحم ونشوفوا الا كان خاصو شويه ديال الماء راه كنضيفوه. هنا بالنسبه للبرمه ديالتي، يعني من بعد ما درنا داك الماء وغلا كنضيفوا ليها الخضره. بالنسبه للخضره اللي استعملت درت انا غير اللفت وكذلك خيزو. يعني نتوما الا بغيتو تضيفوا الحمص يمكن انكم ديروا ليه شو، تقدروا ديروا اللفت المحفور، يمكن انكم ديروا على حسب داكشي اللي كياكلوا افراد العائله. بالنسبه لي انا استعملت غير الخيزو واللفت وكذلك القرعه الحمراء والقرعه الخضراء. هادشي اللي انا استعملت، لان بعض المرات كنديروا الخضره تكون شويه بزايد، لكن بالنسبه لافراد العائله ماشي كلشي تياكل ديك الخضره وكتبقى تما، يعني كتبقى غير شيطه هكاك. اللهم من الافضل اننا نديروا اللي غادي ناكلو. المهم هنايا من بعد ما يعني درنا الخضره في البرمه، كنضيف يعني بالنسبه للكسكسو يعني كناخذ كسكسو متوسط، كنضيف له شويه ديال الملحه وكندير شويه ديال الزيت. يعني كنلبس هاد الكسكسو يعني كنلبسو كامل بالزيت. كنضيف تقريبا واحد كاس لاروب ديال الماء وكنخلط كل شيء مزيان. وكنخلي تقريبا واحد غير 5 دقائق، راه دغيا كيشرب وراه ما كيتكور ما حتى شي حاجه. من بعد ما كيبان لينا الخضره ديالتنا يعني جابت الغليه، اولا مثلا تنقولوا بان غلات يعني البرمه، كنديروا الخضره كنديروا الكسكسو في الكسكاس وصافي وتنغطي عليه وكنخليه المده ديال الكسكسو. يعني في البرمه كنخلي تقريبا ما بين ربع ساعه ثلث ساعه، لان كاين اللي كيدير تقريبا 2 تفويرات كيسقي بالثالثه، كاين اللي كيدير 3 تفويرات وكيسقي بالرابعه. ومن الافضل ان الكسكسو خصو يكون طيب. بالنسبه للاخوان يعني كاينين الدراري اللي تا هما كيبغيو يطيبوا كسكسو ما كيعرفوش كيفاش يطيبوه. المهم غير هذيك ملاحظات. من بعد ما يعني نطلع على الخضره ديالتي يعني في البرمه، نشوف الا كان خاصها شي حاجه نصحح الذوق، وكنضيف واحد المطيشه وكنضيف واحد شويه ديال السمن. ما نكثرش بزاف، خصوصا الا كان مجهد وكان ريحته قاصحه بزاف ندير غير واحد راس المعلقه. ما نكثرش بزاف لان كاين اللي ما كيتقبلش السمن بزايد. هنايا في الطنجره اللي درنا فيها اللحم كنوضع فيها القرعه خضراء وكذلك القرعه الحمراء، وكنضيف فيها يعني الفلفله الحاره صافي. وكنخلي كما كتعرفوا بان هكا خصوصا القرعه كتبغي شويه يعني البنه وكتبغيها باش تكون بنينه اكثر. اللهم انني نحطها مع اللحم باش تجي بنينه اكثر وباش الكسكسو تبارك الله يجي بنين. هذا هو السر ديالو، يعني باش كيجي بنين وكيجي زوين صافي. وهنايا كنشوف يعني كل مره يعني كنقلب الكسكاس ديالي، يعني كنقلبه وكنشوف الا كان خاصو شويه ديال الماء راني كنرش عليه الماء. وكنشوفوا يعني خصو ضروري يكون رطب، ماشي يكون رطب حتى كيتعصد، يعني ما نكثرش بزاف تاع الماء، غير القياس. نرش غير بشويه حتى نشوف يعني واش الكسكسو تاني الا كان خاصو تاني الماء راه كنضيفو صافي. من بعد ما كيطيب عندي الكسكسو ديالي، ومن بعد ما درنا فيه المطيشه ودرنا فيه شويه ديال السمن، وكنصحح ضروري كنصحح الذوق.
صافي كتجي المرحله ديال التسقيه. صافي هنايا كما لاحظتوا معايا يعني التصفويره الاخيره صافي كنديرها في القصريه، ونحاول انني نقاد القصريه صافي كنقاد ليها الدوره مزيان نقادها، وديك الساعه كندير الخضره ديالتي وكندير كسكسو. وانتم راه كتشوفوا تشوفوا من خلال الفيديو، راه كتشوفوا كيفاش التسقيه، راه التسقيه مغربيه راها معروفه. وكسكسو تبارك الله كيجي لذيذ وكيجي زوين، خاصه نهار الجمعه. يعني حنا المغاربه معروفين به الجمعه او نهار الحد، يعني هو كيبغي الجماعه، ما تيبغيش غير واحد ولا جوج، ضروري كيبغي الجماعه باش دغيا كيتكال. وكيف ما قلت لكم انا كملاحظه بالنسبه الى بغيتوا تضيفوا الحمص، يمكن انكم تضيفوا ليشو، يمكن انكم تضيفوا اللفت المحفور، يمكن انكم تضيفوا يعني الخضر اللي ما استعملش انايا. علاش ما استعملتهمش؟ لان هذاك الشيء اللي غادي يتكل ليا فديك الوقيته، يعني باش ما الخضره الاخرى باش ما تضيعش وداك الشيء. المهم انا هذه كملاحظتي باش ما يقولوش علي كاينين اخوات غادي يقول لك لا ما زدتيش الخضره ما زدتيش، راه كل واحد كيدير على حسب باش الخضره اللي غادي تتكال وما غاديش تضيع. وكيف ما كتلاحظوا اننا درنا تسقيه عاديه وصافي. وكان مهم هذاك يعني القرعه وكذلك القرعه الخضراء، وضروري هذيك المريقه اللي بقات ديال اللحمه حتى هي ضروري ما كنزيدها شويه ديال الروه وصافي. وتا هي كنديرها من الفوق ديال هكا في التسقيه باش يجينا كسكسو حتى هو لذيذ وبنين. وهذا الشكل ديالو النهائي تبارك الله راه كيجي اكثر من رائع ولذيذ بزاف. نتمنى ان هذا الكسكسو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. يعني خفيف ظريف. كاينين اللي الاخوات اللي كيستعملوا يعني السميده وكيشدوها كيفتلوها، كاين اللي كيدير الحمراء، كاين اللي كل واحد شنو كيدير. بالنسبه لي انا يعني ما كانش عندي الوقت باش غادي نفتل ولا هذا، داكشي علاش استعملت كسكسو جاهز صافي. وكيف ما لاحظتوا راه صافي في الاخير كنحاول انني نقاد الوجه ديال هذا ديال القصريه. وضروري هذوك الفليفلات ضروري ما كنديروهم باش كيعطيو المذاق للكسكسو. عرفتي الكسكسو راه بلا حار راه ما كيجيش كيجي شويه كيبقى ناقص، ضروري ما خصو شويه ديال الحار. وهذا الشكل ديالو النهائي كيف ما كتلاحظوا معايا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق المحفزه. كنرحب بكل الناس جداد اللي انضموا للقناه يتابوناو يفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وكل مفيد. نهاركم مبروك وشهيه طيبه للجميع، اللهم يسر.